السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعملي لايك واشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني. انا دودي، بعمل روتينات حلوة جدا وبعمل وصفات اكل سهلة وبسيطة ومعجنات كمان. في الفيديو ده هتشوفوا معايا وصفة للمعجنات سهلة جدا وبسيطة، والمكونات بتاعتها العجينة بتاعتها سهلة جدا بسيطة خالص، متوفرة المكونات متوفرة في كل بيت. زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة جدا وشهي جدا. وبشكر بقى كل الناس اللي سألوا عليا من الفيديو اللي فات واللي بعتولي على الخاص وعلى رسائل البيج على الفيسبوك. شكرا ليكم جدا، ربنا يا رب ما يضرنيش فيكم ويديمكم نعمة في حياتي. يا رب ان شاء الله كده يبارك في صحتكم وفي اولادكم. يلا بقى ندخل بقى على الوصفة اللي معانا دي. بصوا الفطاير تحفة جدا، جنب بقى فنجان شاي، جنب نسكافيه، جنب بيبسي، جنب اي حاجة بتنفع يا جماعة، ما بتقولش لا. واسفة لو صوتي النهاردة تعبان في المونتاج، وعايزة اقول لكم والله العظيم انا بحاول ان انا اطلع لكم اعلى طبقة عندي في الصوت، لان انا لسه تعبانة ما خفتش. وشكرا لكم جدا على دعواتكم ليا، ربي يجعلها في ميزان حسناتكم ويبارك لكم يا رب. زي ما انتوا شايفين الفطاير بحشوات مختلفة جدا، عملتها بالنوتيلا، يعني فطيرة حلوة بالنوتيلا للأولاد، وعملتها بالجبنة، وعملتها كمان بالفراخ. فالحشوات مختلفة، الأطعم مختلفة، بس التكنيك واحد والمكونات واحدة، والموضوع بسيط جدا وسهل. الناس اللي بتستصعب المعجنات، شوفوا يا جماعة الفيديوهات بتاعتي بجد هتحبوها وهتتقنوها وهتبقوا أساتذة في المعجنات. تعالوا بقى مع بعض ندخل على المكونات. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان المكونات النهارده بسيطه وسهله وموجوده في كل بيت. استخدمت معايا في الوصفه كوبايه ونص بس من الدقيق، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه سكر، ورشه ملح، وبيضه واحده، وثلاث معالق سكر، وكوبايه الا ربع لبن. الكوباية الا ربع لبن دي للعجن، وكيس خميرة. يبقى اقول لكم تاني، المكونات مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، تقدري تعمليها في اي وقت. كوباية ونص من الدقيق، معلقة بيكنج باودر، كيس خميرة، معلقة سكر، رشة ملح، بيضة، 3 معالق زيت، كوباية الا ربع لبن للعجن. تقدري تستبدلي اللبن بالمية عادي. الناس اللي هي مش بتحسس مثلا من اللبن او بتتعب من اللبن، تقدري تعجني بمية عادي خالص. تقدري تستبدلي البيضة برضو ما تحطيهاش. تقدري برضو تقللي الزيت. بصي اي حاجة عندك هتمشي معاكي في الوصفة دي. عايزة اقولك ان انا مش حاطة لبن بودر ولا حاطة رايب ولا زبادي ولا اي حاجة، لان اتفقنا في اول الفيديو ان العجينة بتاعتي النهاردة اقتصادية لأبعد الحدود. هعجن بقى كويس قوي، وزي ما اتفقنا في المعجنات لازم العجينة تاخد حقها في العجن. لو انت عندك بقى عجان، تقدري تحطي المكونات كلها في العجان مرة واحدة، وتشغلي العجان في الاول على السرعة البطيئة، بعد كده على السرعة العالية، وتسيبيه من 10 دقايق ل15 دقيقة يعجن كده مع نفسه علشان تاخدي احسن نتيجة للعجن. طبعا انا زي ما انتوا عارفين في كل فيديو بقول لكم ان انا ما عنديش عجان، فهعجن على ايدي. طبعا تعبانة، فبصوا طاقتي على قدي خالص. عجنت بقى زي ما انتوا شايفين. دي النتيجة النهائية للعجينة. هسيبها بقى تختمر ساعة على الأقل في الشتاء، ونص ساعة في الصيف. طبعا احنا في الشتاء وبنتكتك يا جماعة، يبقى هنسيب العجينة. هحطها في طبق كده في مسحة زيت، وهغطيها بستريتش، وهغطيها كمان بفوطة، وهسيبها بقى ايه كده ساعة، ساعة ونص. لو انت مش مستعجلة عليها خالص سيبيها عادي ساعة ونص، ساعتين، مفيش اي مشكلة. كل ما هتسيبيها كل ما هتتضاعف، كل ما هتاخدي منها فطاير اكتر. انا غطيتها قدامكم وحطيت بقى عليها الفوطة وسبتها كده علشان ايه تختمر. تعالوا بقى نعمل الحشوة مع بعض. دي قريشة يا جماعة مش جبنة، دي قريشة فلاحي. وعندي بقى خضار مشكل كده، طماطم على بصل اخضر على بصل على فلفل رومي ورشة زيت، وهقلبهم بقى مع بعض كده كلهم. عايزة اقول لكم القريشة برضو من الحاجات الخفيفة جدا، ويعني الطبق ده اساسا يتاكل من غير معجنات ومن غير اي حاجة.
الوانه تفتح النفس، تحفة جدا وحلو جدا لو انت عندك برد. طبعا احنا عارفين الخضار بيقوي المناعة وكل الحاجات دي. لو انت معدتك تعباكي، كل الحاجات دي ايه، حاجات صحية وخفيفة على المعدة. قلبت بقى الكلام ده كله مع بعضه، وهزود بقى عليه جبنة رومي. لو مش عايزة تحطي جبنة رومي مبشورة عادي، ما تحطيهاش خالص. الحشو بقى ده على حسب انتي عايزة تاكليه بايه، ممكن تستبدليه بأي حاجة. يعني انا كنت مجهزة برضو معلش يا جماعة انا بقطع منكم عشان مش قادرة اتكلم بصراحة. كان عندي صدر فرخة ففصصته كده وقطعته كده في طبق وجهزته مع حشوة الجبن دي برضو، واستنيت لما الخميس. وهنزل العجينة بتاعتي في طبق كده وهقطعها على حسب الفطاير اللي عندي. انا عايزة الفطيرة حجمها قد ايه. انا طبعا عملتهم وسط وصغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتكوريهم كده وتغطيهم وتسيبيهم يرتاحوا 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة برضو. وبعدين هنشتغل بأول كورة عملناها مع بعض، أو أول عجينة عملناها مع بعض كورة هنشتغل بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. هغطيها وهسيبها من 10 دقايق لربع ساعة. بعد ما ارتاحت بقى جبت أول واحدة أنا عملتها اشتغلت بيها. طبعا كانت ميني كده صغنونة، وهعملها بشكل القارب زي ما انتوا شايفين، وبعدين هفتحها بالسكينة. يا ريت السكينة اللي هتفتحي بيها تكون مشرشرة، لان انا استخدمت في الاول سكينة عادية ما نفعتش معايا خالص. بعد كده استبدلتها بقى بسكينة مشرشرة، سهلت الموضوع بصراحة، وعملتها بشكل القارب كده. شايفين العجينة معايا عاملة ازاي؟ لينة جدا ومرنة جدا ومش بتلزق ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم ان العجينة دي برضو تنفع معاكي الميني ساندويتش، تنفع معاكي للباتيه، تنفع معاكي لأي حاجة من المعجنات، للفينو برضو. بفرد كده معايا وبحط الحشوة. هنا بقى حطيت حشوة الفراخ، وهزود عليها بعد ما هقلبها وهفتحها هزود عليها جبنة رومي بس. وبفتحها بقى بالسكينة المشرشرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بشكل القارب كده، عشان يديني شكل الفطاير يبقى شكلها حلو كده. هكمل بقى كل الفطير اللي معايا بنفس التكنيك كده، بنفس الشكل زي ما اتفقنا. الحشو ده على حسب ذوقك انتي، على حسب انتي اولادك بيحبوا ايه، لان احنا اتفقنا ان احنا بنرضي كل الاذواق في المعجنات. وطبعا كل واحدة بتشوف اولادها بياكلوا ايه وبتعمله لهم. انا عملت بقى فطيرتين كده بالنوتيلا علشان الاولاد يرضوا ياكلوها. وعملت باقي الحشو بقى بالجبنة القريش والخضار والفراخ والجبنة الرومي. هدهنها بقى كده لبن، وهحط عليها حبة البركة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، الدعم بتاعي يا عيلتي الجميلة. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، واكون دايما عند حسن ظنكم. زي ما اتفقنا مع بعض، اي حد عايز اي وصفة يكتبها لي في الكومنت او يبعتها لي على الفيسبوك. هسيب لكم برضو لينك الفيسبوك في البايو. اي حد عايز يتواصل معايا، عايز اي وصفة، عايز اي حاجة نعلن له عن حاجة، انا تحت امركم في اي حاجة. هقفل برضو كده وهعمل الصينية التانية بنفس تكنيك الصينية الاولانية، بنفس الحشوات برضو ما غيرتش فيها خالص. عايزة اقولك لو انت صاحية الصبح مش عارفة تفطري اولادك ايه، تفطري جوزك ايه، ومحتارة، انت ممكن تعملي الوصفة دي. عايزة اقولك لو انت سبتيها نص ساعة تختمر، لو انت في الشتا هو عايزاها بقى تختمر بسرعة، تشغلي الفرن وتسيبيه يسخن خالص، وبعدين تحطي بقى فيه البولة اللي فيها العجين وتسيبيها ايه تختمر في الفرن. مش هتكمل ربع ساعة تلت ساعة وتكون اختمرت. عايزة اقولك ان انتي في اقل من ساعة هتبقي عاملة الفطاير دي، والفطاير مستوية. الفطاير بعد ما هنعملها وهندهنها باللبن ونحط لها حبة البركة، هندخلها على فرن ساخن درجة حرارة 200 لمدة من 10 لربع ساعة. مش هتاخد اكتر من كده معاكي وهتبقى مستوية. فانتي بالتخمير والعجين والتسوية مش هتاخد معاكي ساعة الا ربع وهتكون مستوية. فالوصفة دي تنفع جدا لو انت صاحية محتارة في الفطار،
او لو انت قاعدة مكسلة ومش عايزة تعملي عشاء فانت اعمليها، وصفة حلوة جدا، اولادك هيفرحوا بيها، طعمها تحفة جدا، فيها كل العناصر الغذائية، فهي مغذية وكمان سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. حبايبي حبايب قلبي بقى اللي بيطبقوا الوصفات على طول وبيبعتولي على الفيسبوك، انا عايزه اقول لكم انتوا قلبي من جوه، طبقوا الوصفه دي وقولوا لي نجحت معاكم بنسبه كام في المية، وابعتولي بقى التطبيقات بتاعتكم علشان انزلها على الفيسبوك. هعمل بقى الصينيه التانية دي وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه، اقصى حاجه ربع ساعه، هي مش بتكمل 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه، ما تسيبهاش اكتر من كده علشان هتنشف معاكي ومش هتبقى حلوه خالص. هنا بقى بعد ما استوت بطلعها، بغطيها بفوطة لمدة 5 دقايق او 10 دقايق علشان تبقى طرية وهشة معايا من جوه. وما تنسيش لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو اعملي لايك، ومش كل شوية هصدعك واقولك اعملي لايك، اعملي لايك يا اختي، الدعم بتاعي حبيبتي. ويلا بقى هنا هنغرف الفطاير وهنعمل كده كوباية فنجان شاي حلو كده قمر. عايزة اقول لكم الموضوع ابسط مما يكون. وده شكل الفطاير معايا، هقدمها بقى مع فنجان شاي. اشوفكم على خير ان شاء الله، ما تنسونيش من دعواتكم، محتاجة جدا دعواتكم الفترة دي. اشوفكم على خير بإذن الله، ومع السلامة.